بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن ماتش المنتخب وزيمبابوي، وفي مفاجأة طبعا في آخر الفيديو. يعني إيه؟ يعني إيه الأداء اللي إحنا شفناه النهاردة؟ الأداء اللي يخوف ويقلق من منتخب جنوب أفريقيا. يعني شايف منتخب جنوب أفريقيا بقينا بنخاف منه. والله يعني أنا خايف، اللي إحنا خايف من جنوب أفريقيا. يعني تخيل اللي إحنا بقينا بنخاف من جنوب أفريقيا، وعندنا قلق ومن الدفاع ومن الشناوي وكابتن حسام حسن وكل حاجة ضايعة. كابتن حسام حسن، أنا عايز أقول لك حاجة. ليد فاندرين قدام منتخب زيمبابوي يا جدع. يعني يعتبر منتخب زيمبابوي هو أضعف فريق هتقابله، هو أضعف فريق في البطولة. فليه تلعب قصاد ديفندرين تدافع؟ يعني أنت نازل تدافع يعني ولا نازل تعمل إيه؟ أنت نازل تأمن يعني قدام زيمبابوي، يعني على أساس يعني إن هم هيروحوا بهجمات يعني خطيرة يعني ولا إيه؟ يعني مش فاهم. وادانا فرصة ان هم يسجلوا وضغطنا نفسنا وجون جه في اخر دقيقة بالعافية. طبعا بنهاجم طول الماتش وبأنانية من اللعيبة، كل اللعيبة أنانية كلها، محدش بيلعب وده مش لعيب، مش على اللعيبة بقى على الكابتن حسام. يعني مفيش جملة تكتيكية خالص، مش محفظهم يعملوا أي حاجة تكتيكية في الملعب. مفيش أي لعب جماعي، أي حاجة. أنت يعني منزلهم تقول لهم كل واحد يلعب يعني ولا إيه؟ طبعا حتى الجولين مجهودين فرديين من محمد صلاح وعمر مرموش. ما فيش جمله تكتيكيه خالص خالص. ديفندرين حاجه مش مفهومه. عمل تبديل في الدقيقه 30، طلع امام عاشور ونزل مصطفى محمد. طب ليه؟ يعني ليه تطلع امام عاشور وتنزل مصطفى محمد؟ انا عايز ادخل في دماغك وافهم انت كنت عايز ايه من التبديله دي. عايز تهاجم؟ طب طلع ديفندر وهاجم، انما تطلع صانع اللعب الوحيد اللي عندك. يا جدع ده تخيل مثلا امام عاشور ده لو كان تناه في الملعب مع عمر مرموش ومصطفى محمد، يا اخي من لمسه كان يودي عمر مرموش انفراد. من لمسه، انا عارف ان بقول لك ايه. عمر مرموش ما بدأوا راس حربة اصلا مكانه لحد ما عمر مرموش، لحد التبديله. عمر مرموش اتحسن. ليه؟ لانه لعب تحت راس حربة. عمر مرموش ما بيلعبش مهاجم الا في الماتشات اللي هي ايه المفتوحه. فريق ضغطك مرتدة، عمر مرموش يخطف لك جون في مرتدة، انما ما يلعبش في المساحات الضيقه دي مهاجم ابدا. يلعب تحت راس الحربة جناح. تريزيجيه ما كانش مقنع ابدا النهارده. فمن وجهة نظري انه كان يبدا بعمر مرموش جناح ومصطفى محمد راس حربة وتحته امام عاشور. ده اللي المفروض كان يحصل. لكن طبعا التبديل نزله في الدقيقه 30 مصطفى محمد، واخطا. اللي انا إيه، انت كمان دمرت معنويات اللاعب. يعني اللاعب مش هيركز بعد كده لما تلعبه بعد كده. لو لعبته اصلا مش هتلاقيه مركز، هيبقى ضايع طول الماتش، هنطلع ننتقده. ده امام عاشور وحش، وهو السبب. انت ممكن تضيع لاعب من البطوله بسبب تغيير. انت ليه بتطلعه في الدقيقه 30؟ وحتى انت ما قريتش زيمبابوي قبل الماتش؟ يعني ما قريتش ان هم هيلعبوا كذا كذا؟ ما قريتش انك كنت لازم تبدا بمصطفى محمد؟ يعني انت جاي تفهم الغلطه دلوقتي؟ يعني ما اتفرجتش لهم على فيديوهات خالص؟ ما شفت لهمش حاجه؟ تبديل غريب جدا. طلوع امام عاشور، تبديل لمصر كلها بتقول عليه غريب. محمد الشناوي طبعا، نجم محمد الشناوي يقلق. انا مستغرب من المحللين اللي بيقولوا محمد الشناوي وخبرات ومش عارف ايه. يا جدعان كل حاجه لها زمن، ما عادش في حد بيعيش على الخبرات بتاعته دي. خلاص، واحد وزمان واحد نزل في المستوى المفروض يدخل اللي بعده. خصوصا اللي بعده مستوى الشوبير ايه. هو لا بيعمل إيه عشان يلعب اساسي؟ يعني كل ماتش سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر ينزل يثبت انه احسن من الشناوي. طب ناقصه ايه تاني يعني عشان يلعب اساسي؟ الخبرات تكتسب على فكره. يعني مش انت نعم قاعدين نقول الشناوي خبرات، لا، ما هو الشناوي لعب عشان ياخد خبرات. فمصطفى شوبير يلعب، ما هياخد خبرات برضه لما يلعب. يعني انت وبعدين مصطفى شوبير برضه كان بينافس على احسن حارس في افريقيا يعني، وبعدين قعد تاني في الاهلي. فمش مفهوم مصطفى شوبير، يعني اللي بيحصل معاه ده غريب. يعمل ايه؟ سؤال. ماذا يفعل مصطفى شوبير لكي ياخذ مكان اساسي في حراسه مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي؟ يعني انا مش فاهم مصطفى شوبير مش بيلعب اساسي ليه. قلبين دفاع لاول مره تقريبا يلعبوا مع بعض، ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد مع كابتن حسام. انا مش فاهم يعني طول الماتشات اللي بتلعب برامج رباعه وحسام عبد المجيد، وساعات بتلعب ياسر ابراهيم. وياسر ابراهيم ورامي رباعه كانوا بيلعبوا مع بعض في النادي الاهلي. فليه تلعب قلبين دفاع مش فاهمين بعض، مش عارفين بعض؟ وده كان واضح جدا في الماتش. لا، قلبين الدفاع يا جماعه لا. الحارس يقل، الاداء كله يقلق اساسا. انت نازل تدافع قدام زيمبابوي مش مذاكر الماتش. وكده كان واضح جدا. ما شفناش جمله تكتيكيه اتعملت خالص خالص. لعب جماعي، ما فيش لعب جماعي اتعمل خالص.
الماتش كان غريب عجيب. زيمبابوي اتقدمت في السيناريو غير متوقع، مسكين الماتش اول 11 دقيقه هجمات منتخب مصر، جيموا زيمبابوي مسكوا الكوره وجابوا جون وهاجموا بعدها. احنا ردة فعلنا كانت متاخره بعد الجول، وده اللي خلانا قاعدين على اعصابنا طول الماتش لحد جون في الدقيقه 90 اللي فرحنا كلنا طبعا. بس الجونين من مهاره فرديه. طب ليه يا كابتن حسام مفيش تكتيكيات؟ معرفش. سؤال برضو للمحللين، اتحدى اي محلل يطلع يجيب لي جمله في الماتش يقول لي كابتن حسام حسن عمل كذا. هو ما عملش حاجه، يعني كل اللي انا شفته مجهودات فرديه. كابتن حسام حسن عمل حاجه؟ لا. في تكتيكيات؟ لا. التشكيله غلط؟ ليه حمدي فتحي ومروان عطيه جنب بعض؟ ما تفهمش. وبرضو مش شفناهاش دي برضو غريبه، حمدي فتحي ومروان عطيه جنب بعض مش شفناهاش. يعني كابتن حسام لعب تصفيات كاس العالم من غير الاثنين، يعني الاثنين دول ما لعبوش جنب بعض تقريبا. كان بيلعب بديفندر واحد اللي هو مروان عطيه، وكان بيلعب بتريزيجو. امام عاشور كان تريزيجو وزيزو. امام عاشور كان مصاب وكان بيهاجم. يعني هو كان بيسيبهم يلعبوا كده، ما شفناش منه اي حاجه تكتيكيه. مفيش حد يقدر يطلع يقول كابتن حسام حسن عمل حاجه تكتيكيه ابدا. الماتش دخل بتشكيله غلط، ده 30 تبديل غلط. ما تفهمش كان في دماغه ايه لما عمل التبديل ده. طبعا التشكيل بدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، كان جنبه محمد هاني ومحمد حمدي، وفي قلب الدفاع ياسر ابراهيم وحسام عبد المجيد. قدامهم ديفندرين غريبة قدام منتخب زيمبابوي، أضعف منتخب في البطولة، أضعف منتخب هتقابله، حمدي فتحي ومروان عطية. وقدامهم إمام عاشور التبديل غريب برضه لما طلع. وقدامهم عمر مرموش ومحمد صلاح وتريزيجيه اللي كان ضايع النهارده. محمد صلاح كان ضايع بالرغم من الجون، بس ما عملش اي حاجه غير الجون تذكر، هو جون وعرضيتين. دول الثلاث حاجات الصح لمحمد صلاح اللي هو لاعب في ليفربول، المفروض اللي هو نجم الفريق، ما عملش غير الثلاث حاجات دول. وكابتن حسام حسن كان خايف يطلعه يعني هو اللاعب اداء وحش. تناه يعمل تبديلات، طب ما تطلع صلاح، يعني انت خايف تطلع صلاح؟ وصلاح نجم وكل الاحترام لمحمد صلاح، بس يعني برضه زي ما بقول كل حاجه ولها زمن. صلاح خلاص شرف على الانتهاء. لا جدد الجبهة يا عم، مش صلاح محمد هاني اللي ملوش بديل. محمد هاني اللي كان كارثة. محمد هاني كارثة دفاعية وهجومية. محمد هاني ما بيعرفش يرفع عرضية، وفي الفترة الأخيرة اتحسن في العرضيات، بس ما فيش عرضية له صحيحة في الماتش ده. يعني تخيل إن الباك بتاعك ما يلعبش عرضية صحيحة. تخيل برضو إن محمد هاني زيه في الدوري المصري الشيبي اللي هو مركزه رقم 3 في مركزه في منتخب المغرب، احسن من محمد هاني بكتير بكتير. ومحمد هاني الاول في منتخب مصر والشيب الثالث في منتخب المغرب. فانت شوف فرق الكواليتي بين المنتخبين، شوف احنا وصلنا لايه، شوف الكوره في مصر وصلت لايه. ده كله بسبب الوسايط، المجاملات، مش عارف عشان تلعب معانا في الناشئين تدفع كذا. الى اين الكره المصريه؟ بداية الماتش الدقيقة 3، أول هجمة للمنتخب المصري من تريزيجيه لإمام عاشور، حلو أوي أوي. وإمام عاشور ده حب غرابة. إمام عاشور لسه راجع من الإصابة، إمام عاشور مش في فورمته. أنا من رأيي على فكرة إن إمام عاشور كان ينزل بديل ما يبدأش أساسي، يعني برضه بالرغم إنه طلعه وهو غلطان إنه طلعه، بس إمام عاشور لو كان نزل بديل كان هيبقى أحلى. هو ينزل لعيبة منتخب زيمبابوي هيبقوا تعبانين شوية من المنتخب. إمام عاشور ينزل ياخد حريته بقى. ضيع كرة غالبا في الدقيقة التالتة، هو ضيع بس تغييرته كانت غلط. يعني انت طب حتى كنت تصبر للشوط التاني يا عم وغير، انما في الدقيقة 30 انت كده بتدمره في الدقيقة 30. وانت جاي تقرا الماتش دلوقتي، ما كنت تذاكره يا عم وتحط التشكيلة اللي هتحطها. يعني لازم نخسر تغيير في الدقيقة 30. برضه احنا ما عملناش 5 تغييرات، احنا عملنا 4 بس بالمناسبة يعني. هل يعني معقول يعني ما عندكش بدلة يعني؟ معقولة انك ما عندكش تبديلات في المنتخب المصري؟ ده 6 أرضية حلوة من محمد صلاح، تريزيجيه حطها بدماغه، الحارس شالها بطريقة روعة جدا جدا. الحارس ده اتعلم مش النبي. ده 7 صلاح عمر مرموش حط له واحدة حلوة، بيضحي بطريقة غريبة، بيقف على الكورة كان جاي وقف عليها لازم يرقص ويشوط، ضيعها طبعا. اللعيبة كل واحد عايز ياخد الكورة ويلعب لوحده، كل واحد عايز ياخد الكورة ويكتب اسم لنفسه اللي هو أنا المنقذ أنا البطل. جملة جماعية دي لا يسأل عنها اللاعيبة على فكرة بالمناسبة، دي يسأل عنها كابتن حسام. لأن اللاعيبة لو لقي حاجة جماعية تلعبها هتلعبها، يعني لو المدرب قال لهم يلعبوا حاجة يلعبها. يعني نعمل إيه يعني؟ مش فاهم. ده 9 مروان عطية اللي كان سايق النهاردة، شاط واحدة فوق العارضة. الدقيقة 11 الدقيقة تاني عرضية وآخر عرضية لعبها محمد صلاح حلوة كانت على إمام عاشور.
اللي لو تفتكروا واحده زيها لما الاهلي كان بيلعب العين حطها في الجون، هي شبيهه ليها يعني. امام عاشور حطها بطريقه غريبه جدا جدا ضيعها. دي اللي استفزت الكابتن حسام تقريبا يعني وخلته يطلع، يعني ما شفتش حاجه كده في العالم يعني. جه بقى الدقيقة 11 سيبنا الكرة لمنتخب زيمبابوي بقى، سيبنا لهم الكرة يلعبوا براحتهم، ما بنضغطش معاهم الكرة بالباص براحتهم، ما بنضغطش من قدام. عمر مرموش بدأ بغلط، قعد يضيع فرص. بدأ غلط في مركزه ده بالذات. عمر مرموش اللي هو اللاعب لما يكون سريع وعنده مهارات، استغل سرعته ومهارته. مش انت لما تحط لاعب راس حربة فانت عايز منه الفينش، وساعات بتحتاج منه السرعة. انما عمر مرموش عنده مهارة وعنده سرعة وعنده فينش، ليه يلعب جناح او تحت راس حربة زي ما لعبته كده بعد ما نزلت مصطفى محمد؟ بس كنت المفروض تنزل مصطفى محمد وتطلع واحد من دندريت اللي انت عاوزه بقى. الاثنين كانوا زي بعض النهارده، الاثنين كانوا ضايعين. كنت تنزل مصطفى محمد وتطلع اي واحد فيهم، وكنت تهاجم قدام زيمبابوي تجيب التعادل والتاني والتالت. ليه لا؟ احنا منتخب مصر. مش فاهم برضه. ده 18 محمد هاني يغلط، منتخب زيمبابوي يروح بمرتده غريبه وحمدي فتحي ينقذها. ده ال20 بيهاجموا برضه لسه وبيجيبوا فينا جون بخطأ غريب من حسام عبد المجيد واغرب من محمد الشناوي. يعني اللاعب خد حسام عبد المجيد في ظهره، اللي حسام عبد المجيد ما اعرفش كان بيفكر بايه، سرحان ولا ايه. خده في ظهره وشاطها على الشناوي، والشناوي بقى ايه، في ياسر ابراهيم موجود يقدر يضغط، لا الشناوي طلع ساب الجون. طب انت بتسيب الجون، اللاعب حطها له ركنها له، اللي هو لو كان واقف في الجون كان هيشيلها، او ياسر ابراهيم كان هيضغط وياخدها. ما تفهمش الشناوي كان طالع عايز ايه. الدفاع كارثي. ولو تفتكر الحلقه اللي فاتت انا قلت لك محمد عبد المنعم هيأثر جامد. محمد عبد المنعم المدافع الوحيد التقيل اللي يعتمد عليه في مصر. فين ايام وائل جمعه؟ ما هي البلد اللي جابت وائل جمعه تقدر تجيب غيره. في كرة في مصر، لقينا كرة في مصر. ده 23 تاني ركنيه لزيمبابوي زي ما بقول لك، ولا ما فيش ردة فعل مننا من بعد الجون، ما فيش ولا فرصة خرجت من عندنا من بعد الجون. ده 25 بيضيعوا برضه، والدفاع كارثة طبعا. محمد هاني كل ما صلاح يطلعه مش عارف يرفع عرضيه، وصلاح كان ضايع ومحمد هاني كان ضايع، الجبهه دي كانت وحشه. كل ما لعبوا منتخب مصر ياخدوا كره يشوف صلاح فين. احنا نرجع تاني لايام هيكتور كوبر يلعب لصلاح، يعني كل ما يمسك الكوره يلعب لصلاح. في كده تريزيجيه ما جالوش كور كتير يعني، مش عايزين نظلم تريزيجيه بس هو كان وحش، بس ما جالوش كور كتير. يعني كل كوره لاعب يمسكها لازم يوديها لصلاح، وصلاح محمد هاني جابها كانت ضايعه النهارده. اللي ملوش بديل مش عارفين نطلع اتنين باك رايت في مصر. محمد هاني غالبا ملوش بديل يعني. ده 27 تالت كورنر لزيمبابوي، مش ما فيش ردة فعل من منتخب مصر، مش فاهم ليه. ده 33 ده التبديل الغريب، نزل مصطفى محمد وطلع امام عاشور. مصر كلها مستغربه التبديل ده. وجهة نظر مدرب اللي ما شفناش تكتيكيات ولا شفنا اي حاجه. ده 37 تسديدة حلوة من عمر مرموش، والحارس شيلها أحلى ويتعلم الشناوي. ده 47 صلاح بيضيع كورة، وغريب صلاح ما كانش موجود. يعني صلاح لعب أول 10 دقايق وآخر دقيقتين في الماتش لما جاب الجون بس. كده صلاح مختفي، وكابتن حسام حسن ما عندوش جرأة إنه يطلع صلاح. يعني عنده جرأة إنه يطلع إمام عاشور عادي، إنما صلاح لا، ما عندوش جرأة إنه يطلعه. ده 49 تريزيجيه رأسية حلوة والحارس شالها تاني مرة. حارس متألق على فكرة، حارس زيمبابوي عمل ماتش حلو. ده 51 عرضية حلوة من محمد حمدي، اللي في الشوط التاني ابتدى سرعاته بقى وعطياته بقى واتفتحت له، كل شوية يطلع ويرفع عرضية. رفع يجي 3 عرضيات صحيحة. محمد هاني ولا عرضيات حاطه طول الماتش. مصطفى محمد جايله سهلة يلمسها تخش جون برجله، لكن يضيعها مصطفى محمد. ده 54 عمر مرموش هو المتحرك. عمر مرموش الكور كلها جايه من عند عمر مرموش بمهاره فرديه. كل فرص منتخب مصر بمهارات فرديه، مفيش كوره جماعيه ابدا. عمر مرموش فرصه حلوه ضيعها عمر مرموش. ده 58 عمر مرموش الكوره اي كلام في تكتل الدفاع الزيمبابوي. ده يدلك على اللي احنا بقى ايه، ضغطنا بقى، استشعرنا الخطر. احنا الماتش ده لا بدينا عن ال3 نقاط، امال هنعمل ايه بقى قدام جنوب افريقيا؟ لا يخوف بينما نخاف من جنوب افريقيا، انت متخيل؟ ده 60 تسديدة سهلة. غياب دفاع برضو غلطة تقريبا كانت من حسام عبد المجيد، كان حسام عبد المجيد راحت محمد الشناوي شالها بايده وكانت فلتت منه، لو كان حد جه من جنبه كان هيحطها جون. كلنا نطلع نقول لا والشناوي ما ينفعش وكده، مع انه اتحمل 50% من الهدف الاول. الشناوي يعني مرتين يمسكها،
وما عدناش مطمنين من الشناوي وخلاص يعني. ما دام حجه الخبرات ديت عند الشناوي ادوا ناس تانية خبرات، يعني مش كل مره هنلعب عشان خبرات، يعني مش كل مره هنقلق. يعني مع اي تسديده منتخب زيمبابوي بقلق من الشناوي. ده 63 عمر مرموش، الرد بتاعنا جه اخيرا في الدقيقه 63. عمر مرموش جون حلو قوي قوي، عدى وسرعته، قلت لك سرعته ومهارته والفينش بتاعه عالمي عمر مرموش. اللي بالمناسبه الفيديو اللي فات اللي كنت قلت اللي ده هيبقى النجم بتاعنا ونجم المستقبل، والامال معلقه على عمر مرموش يتوظف صح. بس يعني تخيل عمر مرموش ده لو كان بيلعب اساسي في مانشستر سيتي وكان راح اي فريق تاني لعب فيه اساسي اللي هو بيحط رجله في الماتشات، كنت هتشوف منه حاجه تانية. عمر مرموش قابل للتطور، خصوصا انه لسه عنده 27 سنه، قابل للتطور. ده 65 مصطفى محمد، حسنه من الحسنتين اللي عملهم في الماتش. تسديده حلوه، جت ركنيه الحارس شالها، لفها ارتو من بعيد حلوه ارضيه، الحارس شالها تطلع ركنيه. وعمل حاجه تانية ان هو عمل الاسيست لمحمد صلاح، اللي الجول طبعا 30% الاسيست و70% محمد صلاح من وجهه نظري، مع انه كان سيء بس الخبرات بتفرق بقى هنا. نزل زيزو وابراهيم عادل وطلع مروان وتريزيجيه، تبديلات منطقيه. طلع مروان، ليه مروان مش حمدي؟ عشان مروان كان معاه انذار وكان خايف لا يطرد. تريزيجيه ما كانش كويس. ابراهيم عادل نشط الجبهه، بس برضه ابراهيم عادل تحسه نسخه هو من تريزيجيه، يعدي يلعب الارتو ضعيف، يعدي يشوط ضعيف. يعني لازم اللعيبه تشتغل على الفينش. غريب. ده 72 محمد حمدي برضه وصل العرضيات، وزيزو ضيعها بغرابه شديده جدا جدا. زيزو ما كانش النهارده برضه كان ضايع، زيزو ما عملش حاجه خالص طول الماتش، ضيع الرأسية كانت سهله جدا جدا انه يحطها جون لكنه ضيعها. ده 77 صلاح جات له كوره حلوه بس ضيعها برضه، ومصباح سكت من محمد صلاح وكان المفروض يطلع. كان المفروض يطلع لان كابتن حسام لازم يبقى عنده جرأة، لازم كل لاعب في الملعب يعرف انه لو لعب وحش هيطلع. يعني مثلا محمد صلاح، مثلا محمد صلاح نجم كبير، بس هو بالنسبه له ايه؟ انا هلعب وهتنيني لاعب طول ال 90 دقيقه مش هطلع، ما انا كده اعمل بقى اللي انا عايزه في الماتش. مش زي امام عاشور ضيع كورتين يطلع. ده 81 محمد حمدي الف سلامه، يطلع بالاصابه وينزل احمد فتوح. ده 58 زيزو برضه ضيع، صلاح ريح لوحده، كان يقدر يلفها عرضيه حلوه، كان يقدر يشوطها حلوه لكنه اختار انه يشوطها بعيده ووحشه من زيزو. ده 90 بقى ايه؟ رأسية من مصطفى محمد، صلاح بقى استلمها على الصدر كتمها في الأرض وحطها جميلة جدا جدا. تعيد الأمال تاني لمنتخب مصر. 3 نقط غاليين جدا جدا، مع إن كنا المفروض نكسب سكور بس قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. يعني أنت المنتخب يخوف، أداء يخوف. تقييمات اللعيبة: محمد الشناوي غلط في الجون، ما عملش حاجة، ياخد 1/10. هو ما اختبرش إلا في كورة الجون تقريبا. حسام عبد المجيد غلط برضه، ياخد 1/10 وكمان في الجول. ياسر ابراهيم ما كانش اللي هو ياخد 2/10. محمد هاني ما كانش عارف يرفع عرضيه صح ابدا ابدا ابدا. ومحمد هاني الحاجه اللي مميز فيها اللي هي يطلع بكره من تحت ضغط، يعمل فينت، يرقص ترقصه ويباصيها. ديت الميزه اللي في محمد هاني. انما دفاعه كارثه، هجومه حالات وحالات، ساعات تلاقيه بيرفع عرضيه حلوه، ساعات ما بيرفعش. يعني الماتش ده ما رفعش ولا عرضيه صح. مروان عطية ما عملش حاجة طول الماتش، ياخد 1/10. حمدي فتحي على الدور الدفاعي ياخد 3/10. إمام عاشور طبعا لا يقيم. محمد صلاح على الجول، إنما محمد صلاح طول الماتش كان ضايع، ياخد 5/10. عمر مرموش نجم المباراة، برافو عمر مرموش، متحرك سريع خطير مزعج، 8/10 عمر مرموش. تريزيجيه ياخد 2/10، ما عملش أي حاجة، مش في طول الماتش غير رأسيتين بس حلوين من تريزيجيه، لو كانوا موجودين كانوا هيفرقوا جدا جدا مع المنتخب في الماتش ده يعني. زيزو هياخد 0 يعني زيزو ما عملش حاجه. مصطفى محمد هياخد 2، شاط واحده حلوه والاسيست 30% منه الاسيست و70% صلاح. ابراهيم عادل ياخد 2، عايز يحسن الفينش، هو لسه سنه صغير، يقدر يحسن الفينش، يقدر يشتغل على الفينش. فتوح لا يقيم طبعا. وزي ما قلت لكم في مفاجاه في اخر الفيديو، فجأة هي عبارة عن مسابقة توقعات. توقع معانا في الكومنتات المنتخب اللي هيكسب البطولة وتاخد تيشيرت من منتخب مصر هدية، توصلوها لك لحد عندك. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. السلام عليكم.